ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وثناء. تحتفل إريتريا كل عام بميلاد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بزخم كبير وبأبهى صورة، وهذا إن دل فإنما يدل على حب مسلمي إريتريا لرسولهم الكريم وتمسكهم بعقيدتهم ودينهم. مشاهدينا، فيما يلي ننقل لكم وقائع الاحتفال الذي أقامه مجلس الأوقاف الإسلامي لمدينة أسمرة بمناسبة ميلاد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في باحة جامع الخلفاء الراشدين بالعاصمة أسمرة. شهدت باحة مسجد الخلفاء الراشدين في العاصمة أسمرة في 12 من ربيع الأول لعام 1445 الموافق 27 من سبتمبر 2023 الاحتفال السنوي الذي يقيمه مجلس الأوقاف الإسلامي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف وسط حضور جماهيري كبير يتقدمهم مفتي إريتريا ورئيس الهيئة العليا للإفتاء والشؤون الإسلامية الإريترية سماحة الشيخ سالم إبراهيم المختار، وحاكم الإقليم الأوسط والوزراء وقادة الجبهة الشعبية والسفراء وممثلي السلك الدبلوماسي والضيوف المدعوين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. ثم ألقى رئيس مجلس الأوقاف الإسلامي لمدينة أسمرة السيد محمد سعيد بشير كلمة رحب فيها بالحضور وعدد فيها مآثر هذه الذكرى العطرة. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تلقول الله تقبلهم كبصحو مس جمروا بأملخوت طعوت سف زي بالبدل عمسن قبل عليهم لعليتهم صعبوهم صنعات قداموت أمنتن ورديو قل بحيل ربين بتعقستن تصورنتن نخلو بديهم نتوم تصبعتهم الدعاء يقبروا نيرهم. أنت الله أفلطوا سلزي باللوم يمو محرم يبلو نيرهم. نحاد فتار الله كنقزا يغري كنبهال كنساني نتقومات كنحجز وذات أمهر من حلفهم يوم صلى الله عليه وسلم. كبراتن عامت مسئي أمعركتي نايبعلنا كاب مهاران تمهارون أبات قدوس قرآنات أسمرا زتواصو جلتات ملايحن أناشدن تدال يوم اللو نبيت صفات إفتاء إسلاما وقدايتن إرترا زي حلال زقبرو زلو زي حلال عبر كتوت فولي مسكانا يقلنا أم ودعتا نقلهم ندي صنبين معراك لعلن تحتين كبلوز قنايو كون زقبرو مسكانا يقرب لهم خير زلو مولد إقبار لنا يقني الله. وفي الكلمة التي ألقاها مولانا سماحة مفتي إريتريا ورئيس الهيئة العليا للإفتاء والشؤون الإسلامية الإريترية الشيخ سالم إبراهيم المختار تناول السيرة النبوية العطرة ومسيرة الدعوة الإسلامية ومآثر وأخلاق الرسول والتعاليم الإسلامية السمحة. إذا أجلنا النظر في جانب الرحمة فيه لوجدنا أن الله عز وجل لما أرسل خاتم أنبيائه ورسله صلى الله عليه وسلم
جعل محور بعثته وحصر منطلق رسالته ونبوته في الرحمة، حيث قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صلوات ربي وتسليماته عليه. وبسبب تلك الرحمة التي أودعها الله تعالى في قلب نبيه صلى الله عليه وسلم، صار أزكى عباد الله رحمة، وأوسعهم عطفة، وأرحبهم صدره. يقول تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فمن جذبت إليه القلوب ولا أحاطت به الأفئدة وما بلغت رسالته الآفاق إلا بالرحمة والرأفة، بل اختص الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم دون غيره باسمين من أسمائه: الرحمة والرأفة. فقال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وأكد سماحة المفتي في كلمته إن على البشرية أن تقتدي بتعاليم الأنبياء التي تمنع الحروب والكراهية والبغضاء بين البشرية. ويقرن المصطفى صلى الله عليه وسلم الإيمان بالحب لينشئ معا سلاما وأمنا، فيقول: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. أيها الحضور، ما أحوجنا، بل ما أحوج البشرية كلها التي تعاني من ويلات النزاع والحروب أن تقتبس من أنوار سيرة الرحمة المهداة إلى خلقه صلى الله عليه وسلم ما يمسح عن قلوبها مشاعر الأحزان والآلام، وينزع عن كاهلها أثقال الهموم والغموم، ويظلل أراضيها الأمن والسلام. وهنأ سماحته المسلمين والشعب الإريتري بهذه الذكرى، متمنيا أن يعم السلام والأمن والاستقرار المنطقة، والصحة والسلامة للمرضى، وأهمية مساعدة الفقراء والمعوزين. وفي الختام نرفع التهاني الخالصة للشعب الإريتري في الداخل والخارج بذكرى مولد نبي الرحمة والسلام صلى الله عليه وسلم والعالم أجمع. اللهم زد مساجدنا وجوامعنا وخلاوينا عمارا وازدهارا، واحفظ المشايخ والدعاء ووفقهم على رفع كلمتك العليا. اللهم احفظ بلادنا من كل سوء ومكروه وزده تقدما. اللهم وسع أرزاقنا ويسر أقواتنا من الحلال، وأصلح أبناءنا وبناتنا، وأدم علينا وعلى العالم أجمع نعمة السلام والمحبة والوئام. اللهم ارحم ضحايا الزلزال في المغرب وضحايا العاصفة في ليبيا، وتقبلهم عندك شهداء، وألهم ذويهم الصبر والسلوان، واشف جرحاهم. اللهم إنا نسألك بكل اسم لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل أرض السودان بلدا آمنا مطمئنا سخاء رخاء، واحقن دماء أهله وأعده كما كان وأحسن مما كان، أرض أمن ووفاق وصفاء يا أكرم الأكرمين. وصلى الله وسلم وبارك على
سيدنا محمد الخاتم وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقد تضمنت فعاليات الاحتفالية أناشيد ومدائح تستعرض سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام باللغتين العربية والتجرينية، قدمتها فرقة الشيخ محمد سراج للمدائح النبوية وطلاب الخلاوي القرآنية بمدينة أسمرة التابعة لدار الإفتاء. من صفاته والصبر والتحمل، وشدة في رحمة وخلق مجمل، وكان ذكر ربه أول شيء يجعل، وهكذا أخلاقه هي المثال الأكمل، وهكذا أخلاقه هي المثال الأكمل. صلى عليه ربنا مع سلام أشمل، وآله وصحبه والتابعين الكمل، وآله وصحبه والتابعين الكمل. بسم الله. الشيخ أونور، أهلا بك وكل عام وأنت بخير بمناسبة مولد النبي وذكرى ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم. مغزى الاحتفال بمولد النبي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا فرحة المولد النبي عليه الصلاة والسلام فرحة لكل المسلمين الذي جاء به الإسلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء بالأمان والسلام للأمة البشرية كلها جمعاء يعني. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، ربنا قال سبحانه وتعالى، ووصفه بالخلق العظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. هذا من آيات القرآن الكريم صلى الله عليه وسلم. طيب، الشعب الإريتري دائما سنويا يحتفل بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم بطريقة جميلة، يعني مغزى أو دلالة هذا الاحتفال يدل على إيه؟ يدل على فرحة المسلمين بهذه المناسبة العظيمة، يعني شيبا وشبابا وأطفالا ونساء كلهم يعني البهجة والسرور. الحمد لله، يعني عاما بعد عام إن شاء الله يستمر بهذا المناسبة العظيمة. أولا زي مولد النبي مشروع بالكتاب والسنة، والله سبحانه وتعالى القرآن تايلنا قل بفضل الله وبرحمته فليفرحوا وبذلك خير مما يجمعون. فضل الله والقرآن ورحمته والمصطفى صلى الله عليه وسلم. لذا بزيناتو معتي كن حقوس نجمر نوع المالتي إذا ما يعني قدمي بزح عامتات ممكن 300 عام تقبر ملك مظفر بهال أبزي تأشمني أب خلية ندول العربية طبعا أبزي شام نيرو عبي نقص نيرو بقى زا يعني قرآن زي أم سمعي متحقوسنا رأخ ما يقدرنا نقول صينا مولد النبي كم يقدرنا نفلطه إلو بقى 10 تشح تقل أتقل حاريدو عبي في الساقيرو علو كاو بو تجميرو نمو العالم انت تزرقعو ومو العالم كاب علي قبر الله زي يعني نحن بالنسبة لنا نعنا أسلام كن بهال كلنا تازبل سأت ليتي إذا ليتي زي رسول تولد الله برهان عالم تولد الله نعنا دين الإسلام تقبرنا كابزي أتعب مع التيبلنا. وبالنسبة لنا رسول كأني تازبل سليسي نعم معراج يولا مسربز تراخب الله زي بلست معتي سلازي وذكرهم بأيام الله القرآن أزخرهم يها تمعل تصبو دقات أمم تصبو زرخو معتسي مذكرتها يقولوا سلسة بالي بوئنا نحز حفلة زي أنا قبرا مذكرتها من مولد الرسول صلى الله عليه وسلم برهان علم تولدلو دين الإسلام زي مسؤولنا بزح شجرم بزح جنكن مكاننا نحلفهم قلنا عنا أو زبرهان زبسحمنا بزينا حفرة نقبر نحنا كمسلمين كإرثويين بصحواتنا كريستيان حدا حبرنا نتحقسنا نعلو لهم على السزخونة زين نحنا عبي ترجم هو ما تنتايو حدا نقدر درخبك أقول له حونتك هتجلس إذا ما راخبنا ما عبيتنا أنا عشنا بتأكيدنا بحنسخ ندعو الكل صباح ونسك قال له صباح كاهم بحال حبرنا خلو علنا زي لمدن بهلنا أتراك أو كله
مزا بعلنا بعلوم نحنا كل بعلي ناتنا نعوم بعلي ناتهم نحنا بعلي سلازي بزينا نحنا فلي تأشون هو فلي ترجم هو بزينا في استان قبر لك سيدنا محمد حبيبنا محمد سيدنا محمد رسولنا محمد أبشر أنت بالهداية نلت كل العطايا صلاة الله على خير البرايا محمد سلام عليكم سيدي سلام عليكم صلاة الله على خير البرايا محمد سير الإمداد حياة روح الإمداد صلاة الله على خير البرايا محمد سلام عليكم سيدي سلام عليكم صلاة الله على خير البرايا والله نال الاصطفاء من جذب بالمصطفى صلاة الله على خير البرايا محمد سلام عليكم سيدي سلام عليكم صلاة الله على خير البرايا. السلام عليكم. أولا نتعرف عليك. عليكم السلام ورحمة الله. أنا الصحفي والمحلل السياسي السوداني محمد عثمان الرضي. قطعا أولا انتهز هذه الفرصة المناسبة لأحيي تحية خاصة لكل المجتمع الإريتري بحلول مولد المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. وقطعا الذي يزور دولة إريتريا يتأكد له جليا حجم التعايش الديني الكبير ما بين المسلمين والمسيحيين ومختلف الديانات، وهذه دلالة واضحة جدا أن هذا التعايش ينبع من أصالة الشعب الإريتري وقوة الشعب الإريتري. أتيحت لي الفرص للمشاركة في العديد من الاحتفالات والمناسبات الرسمية والشعبية، ولكن الاحتفاء والاحتفال بمولد المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام في إريتريا لديه طعم خاص ولديه مكانة خاصة. أيضا أتيحت لي الفرصة لمشاركة هذه المناسبة في العديد من الدول الإسلامية والأفريقية، ولكن هذا الاحتفال له مكانة خاصة في المجتمع الإريتري والمجتمع المسلم. والآن ما يلفت الأنظار أن كل شرائح المجتمع الإريتري تأتي وتحتفي بهذه المناسبة. والآن الذي يلاحظ الآن حتى قيادات مختلف الجماعات الدينية المختلفة من غير المسلمين هم الآن يشاركون مشاركة كبيرة في هذا الاحتفال، مما يؤكد ذلك جليا بأن التعايش الديني في إريتريا هو واقع معاش. وكل الذين يتحدثون عن متناقضات بأن هنالك ليس تعايش ديني في إريتريا، الآن هذه أكبر رسالة واضحة بأن المسلم والمسيحي يتعايشون مع بعضهم البعض، يتلقون التهاني مع بعضهم البعض، يحترمون بعضهم البعض، وكل يمارس شعائره الدينية بحرية وطلاقة. عبد الله أحمد الدين محمد قنازة. طيب معي ذكري كني معي مولد كني ما نقدر أبنتي كني أما يكحنوتي كني ما نقدر قبعن وأبنو إن شاء الله اللي عمرنا هيحو نحرية على لتكو تكيتني ودفاع لي مري يلي إن شاء الله تنحتو وما نقدر ينتصرونا كادوا داروا الافتاء يلي قابنو هيشو وحكومة وما نقدر تاين نو تسمحي تاين هبط حكومة عمرك يا حوا. أهلا بك سعادة السفير اليمني. لك فترة وأنت تحضر احتفالات أعياد مولد الرسول الكريم في أسمرة وفي إريتريا، انطباعاتك وتقييمك لها ودلالاتها ومغازيها. بسم الله الرحمن الرحيم. دائما أحضر الحفلات، وللأمانة حفلات دائما جميعها تشرف، واحتفالات خاصة وتعبير ممتاز، وتشعر أنك في بلد أريحي تماما وتواضع وبساطة لدى جميع فئات الشعب ومسؤوليها. لهذا دائما نشعر بالارتياح الدائم، ولهذا لن أغيب دائما أحضر الحفلات باستمرار. الله يخليك. طيب، عيد مولد النبي والنبي الشريف يحتفل به في أسمرة بزخم كبير. دلالات هذا الاحتفال أنت كضيف على إريتريا وكمراقب. أول حاجة أنا لست ضيف، هذه بلدي
ونحن بلد واحد وتاريخ واحد وشعب واحد، ودائما الاحتفالات بمولد النبي الشريف وغيرها دائما لا نشعر إلا بالأريحية والبساطة والطيبة الزائدة والأخلاق العالية وحب الناس إلى الجانب الديني، وهذا يسعدنا دائما لأنه الناس تنتمي إلى الروحانية أكثر من غيرها. الله يبارك فيك. به الإعانة بدءا وختما، وصلى الله على سيدنا محمد ذاته ووصفا واسمه. ذكرى مولد النبوي صلى الله عليه وآله وسلم هي ذكرى عظيمة بدأ الاحتفال بها منذ 1100 سنة تقريبا، بعد 300 سنة من القرن الهجري. فهي دلالاتها هي الاحتفاء بمقدم هذا النبي العظيم الذي بشر به الأنبياء من قبل، ونحن إذ نحتفل به هذا الاحتفال فهذا أقل تقدير لهذا الرسول العظيم. والاحتفال في هذا الجامع أو في مدينة أسمرة بدأ حوالي 1987 هجرية بصفة رسمية في المعهد، وبعد كده انتقل إلى الساحة الكبيرة. قبل كان الخلفاء بس يحتفلون به في الجامع، فانطباعاتي عنه هي عظيمة. يعني تابعت هذا الاحتفال منذ أن كنت تلميذا، وحتى هذه اللحظة على مدى 42 سنة أنا أحتفل بهذا المولد. بحمد الله وتوفيقه تشرفت اليوم بحضور هذه المناسبة العظيمة، مناسبة مولد المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم بدولة إريتريا. وإريتريا هي التي استضافت صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة الأولى عندما أمرهم المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم بأن يذهبوا إلى أرض الحبشة، فإن فيها ملك لا يظلم عنده أحد، وإن الحبشة كانت تاريخيا تطلق على منطقة الغرب الأفريقي التي تضم السودان وإريتريا والصومال وأثيوبيا، وبذلك تم تأمينهم وتم استضافتهم داخل الأراضي الإريترية، وتم تأمينهم تأمين كامل عندما كانوا ينكل بهم ويعذبون في مكة المكرمة، ولكن عندما أتوا إلى إريتريا وجدوا راحتهم واستطاعوا أن ينشروا دعوتهم الإسلامية، وبذلك تعتبر إريتريا هي المدخل الوحيد للإسلام في أفريقيا قبل أن يمكن في مكة المكرمة في أرض الحرمين الشريفين. فليس بالغريب على إريتريا أن تحتفل بمولد المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وهي من احتفلت من قبل باحتضان وباستضافة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ضيق بهم وعندما عذب بهم في مكة المكرمة في الهجرة الأولى بقيادة سيدنا جعفر الطيار وأخوانه وصحابته الميامين.